الطاسة بتاعتنا بعد ما خلصت. تعالوا بقى نجربها. هنعمل مع بعض كبدة جملي، يعني عم إبراهيم يعني الكبدة الجملي، يعني الجملي هو أملي. يلا مع بعض نبدأ. هناخد معانا 3 حبات طماطم متوسطين كده. هنجيب معانا بس 3 قرون حامين، وقرن فلفل رومي. محتاج معانا دهن السنم، ده السنم اللي هو بتاع الجمل، ودوت منديل طرب. نحتاج مع بعض هنا بقى ايه كام فص ثوم كده. ده مش هنفرمهم يعني، بس هنقطعهم قطع صغيره. هنيجي مع بعض بقى طاسه المونيا او ستانلس، دي افضل حاجه يعني. زبده زيت، وهننزل مع بعض بقى ايه بالسنم اللي قلنا عليه، وهنفضل نديها كده لحد ما تاخد ايه اللون بقى. بصي هنزل بقى كل الدهن اللي فيها، يكون كده تبدا تظبط معانا. طبعا بقى احنا معانا هنا القلب ومعانا الكبده. المفروض بقى ايه تسويه القلب بتختلف عن الكبده، فهننزل بالقلب الاول. ننزل بالكبده، هنديها برضه تسويه بسيطه جدا يعني، برضه حوالي 30 ثانيه ونطلعها. يا دوب تاخد بس ايه وش، لان لو خدت تسويه كتيره بتتشد. نطلع بيها بقى دلوقتي. هننزل بأول حاجه بقى ايه الطماطم. هنحط الفلفل بقى اللي احنا قطعناه، وننزل بقى بالثوم بتاعنا. هننزل بقى بمقدار معلقه فلفل، ومقدار معلقه كمون. هننزل برضه بمقدار ايه معلقه كزبره. هننزل بالملح بتاعنا. طبعا بقى الكبده ما حطيناش ملح، فهنحط ملح ايه بزياده شويه. هنديها هرسه بقى. هننزل بقى بالكبده. هنسيبها بالظبط حوالي 3-4 دقايق بالظبط كده تستوي وتكون ظبطت ان شاء الله. طبعا بقى المفروض بقى ايه نطلعها من على النار. بص شكلها خرافه. يلا بينا. الطاسه بتاعتنا بعد ما خلصت. تعالوا بقى نجربها.